وتأمل رعاك الله هذا الحديث العظيم الذي رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. وروى الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. هنيئا لمن وفقها الله وأكرمها بلزوم هذه التوجيهات العظيمة، هنيئا لها هذا الموعود الكريم وهذا الفضل العظيم إذا عاشت حياتها ممتثلة هذه التوجيهات الكريمة غير ملتفتة إلى الهمل من الناس من دعاة الفاحشة والفتنة. قد قال الله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما.